أصبح الطلب على المبرمجين والمطورين في كل مكان. الحاجة لتوظيف المطورين والمبرمجين تزداد يوما بعد يوم. متوسط رواتب المبرمجين في الإمارات والسعودية والكويت يتراوح بين 20 و30 ألف دولار سنويا. في تقرير للبنك الدولي عن شكل الوظائف في المستقبل، ازدهر الطلب على تطوير البرمجيات والتطبيقات بشكل يؤكد أن البرمجة ستكون أكثر المهن طلبا في المستقبل. تحلم بأن تكون مبرمجا، ولكن لا تعرف ما الذي تعنيه البرمجة ولا كيف يمكنك أن تبدأ ومن أين تبدأ. في هذا الفيديو سنشرح لك ذلك ببساطة. ما هي البرمجة؟ أول ما عليك معرفته هو أن الحواسيب والهواتف أجهزة غبية لا تقوم بشيء إلا إذا وصف لها بدقة خطوة خطوة، وهذا هو دور البرمجة. لا تدع هذه الكلمة الكبيرة ترعبك. البرمجة هي مجموعة من القواعد والمبادئ والآليات تسمح لمن تعرف عليها التفاهم مع الحاسوب عبر ما يعرف بلغة البرمجة. يمكن تشبيه لغات البرمجة بلغات البشر. إذا أردت السكن في دولة أجنبية فستتعلم لغة أهل البلد. بالنسبة للغات البرمجة، توجد لغات شائعة تعمل على أجهزة عديدة في مجالات مختلفة، وأخرى أقل شيوعاً تعمل على أجهزة محددة ولا تناسب أجهزة أخرى. ما الذي يفعله المبرمج؟ يمر تطوير البرامج على 3 خطوات أساسية. الأولى هي وضع مخطط بعمل البرنامج، والثانية هي كتابة البرنامج، والثالثة هي توزيع البرنامج ليمكن استخدامه. مخطط عمل البرنامج. عندما ترغب أن تبني منزلاً، فأفضل طريقة هي وضع مخطط بالأساسات والغرف والأبواب وبقية مكونات المنزل المختلفة. لا يمكنك أن تبدأ العمل مباشرة بدون تخطيط مسبق، وإلا فسيتعرض البناء للتغيير المستمر. وستجرب وضع جدار هنا ثم تغير رأيك وتضع جدارا هناك. الأمر نفسه ينطبق على البرمجة. نريد كتابة برنامج يحسب عمر المستخدم. الخطوة الأولى: الحصول على سنة ميلاده. الخطوة الثانية: معرفة السنة الحالية. الخطوة الثالثة: طرح سنة الميلاد من السنة الحالية. يمكن أن نفصل أكثر. مثلا، للحصول على سنة الميلاد نظهر نافذة صغيرة بها مربع يستقبل القيمة التي يدخلها المستخدم. كما يمكن إضافة حالات خاصة، مثلا ما هو رد البرنامج إذا أدخل المستخدم سنة لم تأتي بعد، مثلا 2050. هذه الخطوات المتسلسلة والحالات الخاصة التي تتضمنها هي الخوارزمية. كتابة البرنامج. لدينا مخطط عمل البرنامج، وهو خوارزمية من الخطوات المتسلسلة التي يجب تنفيذها. لكي يفهم الحاسوب ما الذي عليه فعله، يجب أن نخاطبه بلغته التي يفهمها، وهي أي لغة الآلة. المشكلة هنا أن لغة الآلة ليست سوى بمجموعة من الأصفار والأحادي، والكتابة بها صعبة جدا. لذا اخترع المهندسون لغات البرمجة لنكتب بها الخوارزميات. لكن كيف يفهم الحاسوب الخوارزمية إذا لم تكن مكتوبة بلغة الآلة؟ الجواب هو أننا نحتاج لوسيط ينقل الخوارزمية المكتوبة بلغة البرمجة إلى لغة الآلة التي يفهمها الحاسوب. هذا الوسيط هو برنامج خاص يسمى المفسر أو المترجم. ينقل المترجم البرنامج دفعة واحدة إلى لغة الآلة، أما المفسر فينقل جزءا من البرنامج إلى لغة الآلة ثم يعود لنقل جزء آخر، وهكذا. يمكن تشبيه الأمر بمترجمين. يترجم الأول منهم الكتاب كاملا ثم يعطيه لك، أما الثاني فيعطيك كل ورقة مباشرة بعد اكتمال ترجمتها. تتطلب كتابة برامج محرر النصوص نكتب فيه البرنامج بلغة برمجية معينة، فنحصل على الشفرة البرمجية، وهي النصوص البرمجية التي سينقلها المترجم أو المفسر إلى لغة الآلة. توجد بالنسبة لكل لغة برمجة مجموعة من الأدوات الجاهزة للاستخدام تسمى بيئة تطوير، يوجد بها محرر نصوص ومترجم أو مفسر حسب اللغة، وأدوات مفيدة أخرى تساعد المبرمج في تنظيم عمله. كل لغة برمجة لها صياغة خاصة بها. تلعب الصياغات في لغات البرمجة دورا مشابها للنحو والإملاء في اللغات البشرية، فتحدد الشروط التي يجب الالتزام بها حتى يكون البرنامج مقبولا بالنسبة للمترجم أو المفسر الذي سينقل البرنامج إلى لغة الآلة. توزيع البرنامج. الخطوة الأخيرة من عمل المبرمج
هي توزيع البرنامج الذي كتبه ليمكن للمستخدمين الاستفادة منه. تختلف طريقة التوزيع حسب المستهدفين. مثلا، هل البرنامج موجه لأفراد أو مؤسسات؟ وكيف سيمكن للمستخدم تشغيله؟ تعرف الآن أنه توجد لغات برمجة تكتب بها برامج ثم توزعها على المستخدمين. لكن من أين تبدأ؟ من أين أبدأ؟ فلنتعرف على أهم مجالات العمل المتوفرة للمبرمجين. بعدها سأخبرك من أين تبدأ. المجال الأول هو تطوير مواقع الويب. الثاني هو البرمجة لسطح المكتب. المجال الثالث هو تطوير تطبيقات الجوال. تطوير مواقع الويب. يهدف المبرمج في هذا المجال إلى إنشاء مواقع يمكن الوصول إليها عن طريق المتصفحات مثل فايرفوكس وكروم. لا يهم في هذه الحالة نوعية جهاز المستخدم، هل هو حاسوب أم هاتف ذكي أم لوح إلكتروني، ما دام لديه متصفح إنترنت. تنقسم برمجة مواقع الويب إلى قسمين أساسيين، هما برمجة واجهة المستخدم وبرمجة الواجهات الخلفية. برمجة واجهات المستخدم يجب أن تبدأ من هنا. أقولها لك حتى قبل أن تكمل. نعني بواجهات المستخدم الجزء من الموقع الذي يتفاعل معه الزائر، مثل القوائم والأزرار والمحتوى المكتوب في تلك العناصر. توجد 3 لغات برمجة مستخدمة في تطوير واجهات المستخدم: HTML، ومهمتها تحديد محتوى وبنية صفحات الموقع مثل العناوين والفقرات وما إلى ذلك. CSS تنسق عناصر صفحات الموقع التي حددنا بنيتها بواسطة HTML. جافا سكريبت تحدد سلوك صفحات الموقع وتفاعلها مع المستخدم. هذا المجال ليس فقط سهلا، ولكن الطلب عليه مرتفع كذلك. أوصيك بدورة تطوير واجهات المستخدم من أكاديمية حاسوب للبدء في هذا المجال، وهي دورة سهلة تأخذ بيدك خطوة خطوة حتى الاحتراف. برمجة الواجهات الخلفية. تعمل الواجهات الخلفية على جمع المعلومات ومعالجتها، ثم إرسالها إلى الواجهة الأمامية التي تعرضها في المتصفح. تحصل الواجهة الخلفية على المعلومات من قواعد بيانات، وهي مجموعة من البيانات مرتبة جيدا لتسهيل الربط بينها والبحث عنها. من قواعد البيانات الشائعة MySQL وأوراكل وSQL Server. يشبه الأمر طلب الطعام في مطعم. تقدم للنادل طلبك، يذهب به إلى مسؤول المطعم الذي يحيل الطلب إلى فريق الطبخ. يأخذ الطباخ مكونات الطلب ويعدها معا ليكون الطبق جاهزا، فيأتيه النادل ويقدمه لك. النادل هنا هو الواجهة الأمامية، والمطبخ هو الواجهة الخلفية. توجد الكثير من لغات البرمجة للاستخدام في الواجهات الخلفية، ومن أمثلتها PHP وروبي وبايثون وغيرها. يمكن أن يتخصص المبرمج في واحد من مجالي برمجة المواقع، كما يمكن أن يجمع بينهما. البرمجة لسطح المكتب. نقصد بسطح المكتب البرامج المعدة للتثبيت على الحاسوب مباشرة. يجب أولاً تحديد ما إذا كنت تريد استهداف نظام تشغيل محدد، أم تريد أن يعمل برنامجك على أشهر أنظمة تشغيل الموجودة في السوق، وهي ويندوز وماك ولينكس. يكثر استخدام لغة البرمجة جافا في البرامج التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة، كما يمكن استخدام لغات برمجة مخصصة لنظام تشغيل معين مثل C# بالنسبة للويندوز وسويفت لأنظمة الماك. تطوير تطبيقات الجوال. انتشرت الأجهزة الجوالة في العقد الأخير، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على البرامج التي تعمل عليها. يسيطر حاليا نظامان على هذه الأجهزة، وهما نظام الأندرويد والiOS أجهزة أبل. يكثر استخدام لغتي جافا وكوتلين لتطوير التطبيقات الموجهة للعمل على أجهزة أندرويد، فيما تستخدم لغة سويفت لتطوير تطبيقات الجوال الخاصة بشركة أبل. بسبب صعوبة تطوير تطبيقين، واحد يعمل على أندرويد والآخر على iOS، ظهر اتجاه جديد يسمى تطبيقات الهجينة، يهدف إلى استخدام تقنيات البرمجة للويب HTML و CSS وجافا سكريبت في برمجة تطبيقات تعمل دون تعديل على كل من أندرويد وiOS. ترغب في معلومات وتفاصيل أكثر تساعدك في رحلتك لتعلم البرمجة؟ ننصحك بالاطلاع على دليل أكاديمية حاسوب لتعليم البرمجة. ستجد الرابط في وصف الفيديو.